علشان ما تقلبش نكد. حاجات خدي بالك منها لما تتعازمي عند حماتك في رمضان. كل يا حبيبي يا بت، كل يا دنايا، كل امي مع مرات عمي. عزومات حماتك شيء مقدس في رمضان. تعالي اقولك ازاي تتجنبي الخناقات يومها. اول حاجه حضرتك لازم تروحي بدري علشان تساعديها، مش هتروحي لها على الفطار عشان تسمع صوتك وانت بتأذني المغرب. روحي بدري ساعتين 3 كده وساعديها. تاني حاجه خدي معاكي اكله تكون بتحبها وانت اللي عاملاها، وانت اللي عاملاها في البيت ومجهزاها، او حاجه حلوه بس انت اللي عاملاها برضو بايدك مش جايباها من بره. صينيه اللحمه اتحرقت. ما تزعليش نفسك، احنا بنحبها محروقه. علشان هتقولك ما هو خير ابني وفلوسه. لا، حسسيها انك تعبتي علشان سيبيها تدلع ابنها شويه قدامك وتاكله وتقعد معاه. ما تحسسهاش انك اخدتيه منها وانها الخير والبركه. هاتلها فانوس وانت رايحه، عبايه رمضان، مصليه، فاجئيها مفاجاه حلوه عشان ترقلك. المهم بقى مش لازم تحطي تعديلات في طريقه طبخ، ولازم تمدحي في اكلها حتى لو ما بتحبهوش. ولو بتزود الملح او السمنه او الرز اللي بتعمله ناشف او بتعمل المكرونه البشاميل الصيصه، كلي وانت ساكته وعدي يومك ورمضان كريم. انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.